السلام على السلامة. مرحبا بكم في صفحة وسيم الفليك. كما العادة كل مرة في بلاصة، كل مرة في بلاصة من بلايص تونس. اليوم اخترنا باش نصور في بلاصة حدودية تبعد 3 كيلومتر على الجزائر، اللي نحنا توا موجودين في سقية سيدي يوسف. باش نمشيو نصوروا سقية سيدي يوسف، وباش نصوروا المكان التاريخي وين موجودين ومدفونين الشهداء اللي ماتوا في أحداث سقية سيدي يوسف في أثناء الحرب، في وقت الاستعمار ما بين تونس والجزائر. أثناء الاستعمار الفرنسي صارت برشا أحداث مؤلمة، من جملهم أنه فرنسا قامت بقصف سكان المنطقة الحدودية اللي فيهم التوانسة وفيهم الجزائريين. البلاصة هذه يقولوا لها القصر، وهي معناها منطقة قاعدة تاريخية تشهد معناها معناها البلاصة هذه قاعدة تشهد على فظاعة معناها الحرب، فظاعة الحروب. اليوم نحن معنا الحق نتاع ربي، معناها المنطقة هذه أول مرة نجي منطقة حدودية سقية سيدي يوسف تتبع ولاية الكيف. واليوم نحن في المدخل متاع اللي يقولوا له هما القصر، اللي هو المكان اللي صارت فيه حادثة القصف واللي اختلطت فيه الدماء التونسية بالدماء الجزائرية. اليوم نحن في ضريح الشهداء في سقية سيدي يوسف. معناها المنطقة هذه ما نجم نقول عليها كان معناها تشهد على انه معناها الشعب التونسي والشعب الجزائري معناها دم واحد، عرق واحد. معناها صحيح هما زوز بلدان وما بيناتهم حدود، ولكن في نهاية المطاف يقعدوا شعب واحد، اللي هما معناها زوز من البلدان المغرب العربي، لكنهم معناها تنجم نقولوا بلاد واحدة. هي تعب الدروج الحق. لو تشوفوا صعد هذا يقوس ضريح الشهداء في سقية سيدي يوسف. تقعد معناها سقية سيدي يوسف مكان يشهد على اختلاط الدماء التونسية بالدماء الجزائرية جراء الاستعمار الفرنسي اللي كان موجود أثناء الحرب العالمية. صراحة اللي باش يجيو يلزمكم جهد، يلزمكم تكونوا بالحق رياضيين بالرسمي، خاطر الدروج يتعب. هذايا هاي سقية سيدي يوسف من فوق، من فوق الدروج. كما العادة ما تنسيش تدعمونا معناها بلايك وتعملوا فولو على باجاتنا على التيك توك، الفيسبوك، الانستغرام واليوتيوب، صفحة وسيم الفليك. وصلنا للقصر، ضريح الشهداء اللي ماتوا أثناء القصف الفرنسي لمنطقة سقية سيدي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هذوما تخليد شهداء الوطن، الأسماء متاعهم الله يرحمهم وينعمهم، هم من الشهداء. هاوك لهنا شعار الدولة التونسية، ولهنا شعار الدولة الجزائرية. في منطقة حدودية ما فماش اختلاف معناها ما بين تونس ولا الجزائر، شعب واحد، دم واحد، عقلية واحدة، دين واحد. ندخلوا القصر. هذه القصر، هذوما مقابر الشهداء. لهنا مدفونين الشهداء اللي ماتوا بعد القصف الفرنسي لمعتمدية لمنطقة سقية سيدي يوسف.
من ولاية الكيف. الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله مأويهم الجنة. هذوما اللي كنا نشوفوا أساميهم توا معلقين، الله يرحمهم. معناها تخيلوا توما تحت الترابة ذي موجودين شهداء عاشوا قبل 60 أو 70 سنة، عاشوا معناها هما موجودين تحت الترابة ذي وماتوا أثناء فظاعة الحروب اللي صايرة، أثناء فظاعة الاستعمار اللي كان مفروض على الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية، ولكن معناها بالمقاومة الحمد لله تحررت الشعوب وقعدوا هذوما موجودين إلى حد هذه الساعة كشاهد على فظاعة الاستعمار. الله يرحمهم وينعمهم، إن شاء الله مأويهم الجنة. كما تشوفوا معناها من هنا الجمهورية التونسية، والبلاصة معناها اللي منين طلعت الدروج الشيرة من التالي من الغادية معناها هذيك معناها الجزائر، الدولة الجزائرية. فما معبر حدودي تاع سقية سيدي يوسف، ومن بعد فما الجمهورية الجزائرية. الله يرحمهم وينعمهم. ويقعد هذا المكان راسخ على اختلاط الدماء التونسية بالدماء الجزائرية. كما تشوفوا هذيك منطقة ساقية سيدي يوسف، هذا الدروج اللي كنت طالعه اللي تعبت فيه باش وصلت له، باش عملت لكم الفيديو هذايا. هذيك منطقة سيدي يوسف، ساقية سيدي يوسف، وراها فما معبر حدودي، ومن بعدها نلقاو الجمهورية الجزائرية. نحن في منطقة حدودية، معناها تنجموا تقولوا كل الجبال هذوكم اللي تشوفوا فيهم من الغادي هذوكم يتبعوا الجزائر، ونحن لهنا واقفين في تونس. رحمهم الله وإن شاء الله مأويهم الجنة، وأنا لله وأنا إليه راجعون. والله يرحمهم وينعمهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم كان الفيديو متاعنا في منطقة ساقية سيدي يوسف في ضريح شهداء سيدي يوسف. وإن شاء الله كما العادة في قادم الفيديوهات في بلايص أخرى من المناطق التونسية. وما تنساوش كما العادة تعملوا لنا معناها لايك على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، على التيك توك صفحة وسيم الفلاك، على الانستغرام، على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك صفحة